السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مالك محمد من قناة مالك توتوريال. ازاي تبدأ في مجال الموشن جرافيك وبدايتك تبقى صحيحة ومن غير ما تزهق منه؟ ده اللي هنتكلم عنه النهاردة بعد الانترو. في ناس عايزة تدخل مجال الموشن جرافيك ومش عارفين يبدأوا منين، وفي ناس دخلت بالفعل الموشن جرافيك ووصلوا لمرحلة معينة ووقفوا. علشان كده انا عملت الحلقة دي ازاي تبدأ في الموشن جرافيك وبدايتك تبقى صحيحة ومن غير ما تزهق وتكمل لآخر الطريق. وعلشان تدخل مجال الموشن جرافيك وتحبه لازم تعرف الاربع نقط دول. اول نقطة انك تعرف عن المجال. انت استحالة تحب شيء وانت ما تعرفش عنه، لازم تعرف عنه معلومات اكتر عشان تحب. تاني نقطة انك تعرف مميزات المجال، لانك لما بتعرف مميزات المجال بيبقى ليك حافز كده انك تدخل المجال ده. تالت نقطة، هل المجال ده فعلا مجزي في سوق العمل ولا لا؟ رابع نقطة، التركيز. هنتكلم على كل نقطة بالتفصيل علشان بعد الفيديو ده هيسهل عليك ازاي تبدأ في مجال الموشن وتبدأ بالفعل. اول حاجة زي ما قلت لك، علشان تحب حاجة لازم تعرف عنه معلومات. اول نقطة اتكلمنا عنها علشان تبدأ بدايتك صح وتحب المجال، لازم تعرف معلومات اكتر عن مجال الموشن جرافيك. الموشن جرافيك هو عبارة عن تحريك الرسوم الثابتة، من انها تكون ثابتة الى انها تكون متحركة. الموشن جرافيك بيعتمد على انك ترسم الايقونة وتحركها، او فيكتور وتحركه، او ترسم مشهد كامل وتحركه. يبقى انت كده عملت رسمة وتحركها، يبقى كده هو ده المعنى الموشن جرافيك. تاني نقطة وحابب اتكلم عنها، مميزات مجال الموشن جرافيك. مميزات المجال ده انه هو مطلوب بكثرة لسوق العمل. اي شركة دلوقتي حابب تعلن عن المنتج بتاعها تعمل مقطع موشن جرافيك، وده الموشن جرافيك بيعمل تأثير كبير للمبيعات الشركة دي. كمان من مميزات مجال الموشن جرافيك انك سهل تتعلمه، مش شرط بقى تروح مكان معين عشان تتعلم الموشن جرافيك. تقدر تتعلم الموشن جرافيك دلوقتي من اليوتيوب او من مدونة صناعة الافلام. في كورسات كتيرة جدا مجانية تقدر تنزلها وتقدر تتعلمه في شهرين ثلاثة تعتكف عليهم وتنتج مقطع موشن جرافيك. ولو عايز تتعلم موشن جرافيك باحترافية وبدايتك تبقى قوية، انا عامل لك كورس موشن جرافيك، ممكن تدخل على القناة وتشوف الاعلان اللي انا عامله عنه. تالت نقطة واللي هتخليك تبدأ في المجال وتحب المجال، هل المجال ده مجزي فعلا ولا لا؟ المجال كله بالعملة الصعبة. مجال الموشن جرافيك مجزي بالفعل ومطلوب جدا من سوق العمل، وده اللي يخلي فرصتك كتير انك تشتغل، وكمان من خلال تطبيقك وتطورك في المجال بتوصل لمرتبات مجزية. رابع حاجة وهي التركيز. التركيز في مجال الموشن جرافيك مهم جدا جدا جدا، ولان انا بشوف ناس كتيرة جدا دخلت مجال الموشن جرافيك وشوية كده نفسهم متقطع وقالوا انا عايزين ندخل مجال تاني، تنصحنا بايه؟ لا، التركيز في مجال الموشن جرافيك هيخليك تطور من مستواك، وفجأة تحب انت مستواك ده وتحب تطوره اكتر، فبالتالي انت هتستمر في المجال. طيب ايه البرامج اللي انت محتاج تتعلمها علشان تدخل الموشن جرافيك؟ اول حاجة برنامج الالستريتور واللي هو خاص بالرسم الايقونات. تاني حاجة البرنامج الافتر افكت، وده اللي انت رسمته هتحركه في الافتر افكت.